الذين استشهدوا في عملية كارانتينة عيون موسى الشهيرة، فيروي قصتهم لنا أحد أبطال حرب أكتوبر الرائد سمير محمد نوح. بطل عظيم وهو الشهيد عصام الدالي ابن البدرشين، والبطل الذي استشهد معه من وسنا البطل عامر يحيى عامر. الناس ديت كانوا احنا طالعين عملية اسمها عملية كارانتينة عيون موسى. كارانتينة عيون موسى عبرنا القناة، وعلى اساس كان في سقالة لكارانتينة عيون موسى بتيجي اللانشات الاسرائيلية عليها عشان تجيب لهم الترفيه، الاكل، التعيينات، الشرب. فكنا قلنا نحرمهم انهم يجوا ويقفوا باللانشات على السقالة، وفي نفس الوقت نضرب لهم اي معسكرات داخلية. وفعلا عبرنا ولغمنا معسكر جوه من المباني على اساس بنديله وقت زمني، في قلم زمني بعد ساعتين ينفجر فتبدا تعمل عندهم خسائر. وفي نفس الوقت لغمنا السقاله بتاعه كارانتينة عيون موسى واتفجرت وبدات تعمل نار شديده جدا، لاني مع الانفجار حبينا نعملهم ارهاب اكتر، فحطينا تنكات من البنزين بتاعه اللانشات اللي معانا فوق السقاله وقت الانفجار مع الالغام مع المتفجرات بتاعتنا والبنزين، عمل لهم ارهاب شديد جدا. في اثناء العوده كان في لانش يقوده البطل العظيم القبطان وسام عباس حافظ، ده راجل بحري، وكان راكب معاه الشهيد عصام الدالي الله يرحمه والشهيد عامر يحيى عامر والبطل العظيم ربنا يشفيه الاخ محمود سعد الجلاد. واثناء العوده بدات الدبابات تطلع بعد ما شافت الولع والحريقه، فاحنا ظاهرين في الميه فبدات تضرب طلقات الدبابات، ففي دانجات عملت سكترمه في الميه وطلعت فشالت رقبه الشهيد عامر يحيى عامر وشالت نصف راس الشهيد عصام الدالي. الشظايا بتاعت السنان والضروس دخلت في رقبه القبطان اللي كان قائد اللانش وسام عباس حافظ. بدا يتمالكوا الموقف، والبطل الجلاد بدا يظبط الشهداء في قلب اللانش حين العوده، واحنا كنا في لانش تاني بس احنا اتقطعت الاتصالات لاني هم كانوا برضو ضربوا وعلى الاريا اللاسلكي، فالاريا اللاسلكي انفجر. وعند وصولهم عرفنا ان في شهداء 2 رحمهم الله، ودي كانت شهداء عمليه كارانتينة عيون موسى. عايز اقول كلمه اخيره معلش، اذكر اسماء الشهداء الابطال وهم شهداء المجموعه 39 قتال. الشهيد ابراهيم الرفاعي، الشهيد عصام الدالي، الرقيب بحري موسى عبد العاطي، العريف بحري محمد عبد الحليم الشامي، جندي مجند طه السباعي الحداد، عريف احمد مطاوع، ساقب محمد جاد، محمد العوض السعيد، محمد الزناتي مهران، محمد عبد المنعم الحاطي، الباز سالم سليم، محمد عبد المنعم التوني، عامر يحيى عامر. تحية من عميق القلب والوجدان إلى كل شهداء نصر أكتوبر العظيم الذين ضحوا بالغالي والرخيص حتى تسترد مصر سيناء العزيزة.